إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. امبارح حد بعت لي منشور كده فقرأته عن علامات البيت المصاب بالعين والحسد، 15 علامة. عايزاكم كل واحد فيكم يسمع العلامات كويس ويشوف هو عنده كام من العلامات دي، وهقول لكم في آخر الفيديو أنا لقيت في بيتي كام علامة من العلامات دي. الموضوع مهم ويستاهل نركز فيه، وهقول لكم في الآخر إن شاء الله العلاج لكل الحاجات دي بإذن الله. أول علامة عدم وجود الهدوء والاستقرار في المنزل، وعدم الهناء والراحة، وحدوث الكثير من المشاكل والمشاحنات على أهون الأسباب. تاني علامة تغيير أسلوب الحديث بين أفراد الأسرة، وعدم الاتفاق في معظم الأمور. يعني المفروض إن الأسرة هاديين وبيحبوا بعض والعلاقة بينهم كويسة، ولكن في لحظة تلاقيهم قاموا على بعض واتخانقوا من غير سبب، ومن غير ما يكون في سبب للخلاف يحصل خصام بينهم وبين بعض. رقم 3 افتعال المشاكل الدائمة بين جميع الأفراد. تلاقي مشكلة حصلت بدون أي سبب وحصل خلاف وزعل بين أفراد الأسرة، والموضوع أتفه مما نتخيل. رقم 4 وجود حالة دائمة من الضيق والحزن وصعوبة الفرح. أهل البيت دايما مخنوقين ومتضايقين ومكتئبين، وصعب يفرحوا على أي حاجة رغم إن في حاجات كتير ممكن تفرح في حياتهم. رقم 5 عدم الشعور بالسعادة بالرغم من وجود الكثير من الأشياء التي تسبب لهم السعادة. في حاجات كتير ممكن يكون الناس مش طايلاها ومش عندهم وموجودة في البيت، ولكن أهل البيت مش فرحانين بيها. حاجة عجيبة، حاجة نبقى بنتمناها أو بنستناها إنها تحصل، وبقالنا سنين بنتمنى الموضوع ده، وأول ما يجي ما احناش حاسين بالسعادة. رقم 6 رغبة أفراد الأسرة الدائمة في الانعزال وعدم الحديث، وهي إشارة على الحسد بين الزوجين. تبص تلاقي الزوج في أوضة والزوجة في أوضة، وكل واحد فيهم ماسك الموبايل وقاعد بعيد عن التاني، رغم إن مفيش خلاف ولا مشاكل ولا أي حاجة. ولما يحصل كلام حتى ولو قليل هما الاتنين يشبطوا في بعض من غير أي سبب. رقم 7 عدم وجود الاستمتاع في أي وقت في اليوم. مفيش متعة، مفيش راحة، مفيش سعادة، وسيطرة الحزن واليأس والإحباط على جميع أفراد الأسرة. تلاقي كل واحد مكتئب وقاعد في جنب كده لوحده وما بيكلمش التاني من غير أي سبب، ولا في زعل ولا في خلاف ولا أي حاجة، ولكن تلاقي كل واحد قاعد في مكان لوحده. رقم 8 إصابة أفراد الأسرة ببعض الأعراض المزعجة. رقم 8 إصابة أفراد الأسرة ببعض الأعراض المزعجة التي لا تزول، كالصداع وبعض الأمراض الأخرى، وعدم معالجتها بالرغم من تناول العلاجات اللازمة. يعني حد عنده مغص ياخد العلاج للمغص وما يخفش، حد عنده صداع ياخد علاج للصداع وما يخفش، حد ركبه بتوجعه أو جسمه بيوجعه وياخد العلاج وما فيش فايدة. رقم 9 من العلامات الأخرى أيضا الرغبة الشديدة في النوم التي تسيطر على جميع أفراد المنزل، هذا بالإضافة إلى شعورهم الدائم بالكسل والخمول وعدم الرغبة في الإنجاز رغم كثرة المهام. يبقى عندهم شغل كتير وحاجات كتير المفروض تتعمل، وكسلانين ونايمين على نفسهم، ويقوموا من النوم هنا يناموا هنا، وفي رغبة شديدة في النوم طول الوقت. رقم 10 تلف الكثير من الأجهزة أو المعدات في المنزل دون سابق إنذار رغم حالتها الجيدة، نتيجة لإصابة البيت بالعين أو الحسد من قبل أحد الأفراد، سواء أفراد الأسرة أو أفراد العيلة أو حد من الأصدقاء شاف البيت، فتلاقي فجأة لمبة تتحرق، التلاجة تبوظ، الغسالة تبوظ من غير أي سبب، وده بيحصل عادة في أغلب البيوت. رقم 11 ظهور رائحة غريبة وغير محببة في المنزل، وعدم زوالها بالرغم من المحاولات الكثيرة في التخلص منها بتنظيف المنزل أو تعطيره، وبذل مجهود كبير جدا في النظافة ومفيش فايدة، الريحة بتروح وتيجي فجأة وبدون أسباب. رقم 12 تشقق جدران المنزل أو وقوع أجزاء من أحد الجدران، أو الدهان يقع ويتشقق ويسقط لوحده، ودي بتعتبر من العلامات التي تخبر أهل المنزل بوجود الحسد به، وحاجة أهله الدائمة للرقية الشرعية التي تعالجهم وتحميهم من الحسد والعين.
رقم 13، ومن أبرز العلامات الأخرى للحسد هي وجود كميات كبيرة من الحشرات التي تتواجد في المنزل، ولا يتمكن أفراد المنزل من التخلص منها رغم محاولاتهم الكثيرة. وقد تكون هذه الحشرات مثل النمل أو القمل أو الصراصير أو غيرها. الممكن أن يكون احتراق جميع مصابيح الكهرباء الموجودة في المنزل بشكل جماعي أو بشكل متتابع من علامات الحسد، وخاصة إذا كانت في حالة جيدة ومع عدم وجود سبب لاحتراقها. رقم 15، كثرة إنفاق المال في غير نفع. تلاقي البيت داخل له فلوس كتير، والفلوس دي كلها عمالة تروح من غير سبب، وما تحسش انك استفدت بالفلوس، وتحس في آخر الشهر انك صرفت مبالغ كبيرة، تدور انت عملت ايه بالفلوس دي او صرفتها في ايه، ما انتش عارف. فسبحان الله تلاقي مفيش بركة. وعدم البركة دي يا حبايبي من أبرز علامات الحسد. وإنفاق المال في غير محله من علامات نزع البركة من المال بسبب العين والمنافع العائدة على أهل المنزل. طيب بعد الحاجات دي كلها ال15 هقول لكم اللي أنا وعدتكم بيه. أنا لقيت في بيتي كام علامة من ال15؟ والله 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 لقيت 13 علامة من ال15 موجودين عندي في البيت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وطبعا يا جماعة مش معنى ان الانسان اصيب بالعين انه مظلوم، لا، ده معناها انه مقصر في الحصن اليومي، في اذكار الصباح، في اذكار المساء، مقصر في صلاته. وممكن يكون الأب والأم بيصلوا ومداومين على الصلاة، ولكن الأولاد مقصرين فيدخل لهم العين والحسد من ناحية الأولاد. فلازم كل اللي في البيت يجتهدوا في الطاعة وفي الصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء. والأم تشغل الرقية الشرعية في البيت باستمرار، وتشغل سورة البقرة في البيت باستمرار، ويستحسن إنها تقرأها هي والزوج على قد ما يقدروا، ويحصنوا بيتهم وأولادهم على قد ما يقدروا. معنى ان حصل حسد فإن معناها ان احنا مقصرين، عندنا عجز في جانب معين من العبادة او الذكر او الاستغفار او الطاعة، هو اللي سبب لنا في ان العين دي تخترقه وتدخل منه. فدوموا يا جماعة على قراءة القرآن وكل الخير عشان ربنا يحصنكم من كل شر. أوصيكم وأوصي نفسي بذلك. يجب أن يحرص كل إنسان على قراءة آيات القرآن الكريم بنفسه في بيته من وقت إلى آخر، وخاصة آيات الرقية الشرعية لدفع الحسد والشياطين عن البيت. وأنصحكم تقرأوا سورة البقرة على الأقل مرة كل يوم، أو على الأقل لو ما قدرتوش كل 3 أيام. ولو مش عارفين تقرأوها شغلوها في البيت بصوت عالي، وهووا البيت كده وافتحوه، خرجوا منه كل الشياطين وكل الطاقة السلبية، وداوموا على أذكار الصباح والمساء، وإن شاء الله ربنا يبعد عنكم الأذى. وما تروحيش لحد ولا تروح لحد يا أخي تقول له ارقيني. ارقي نفسك وارقي بيتك وارقي أولادك بنفسك، وما تديش فرصة لحد يخش حياتك ممكن يفسدها أكتر ما يصلحها. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. واكفنا شر الحسد والحاسدين. اللهم اكفنا شر كل ذي شر. اللهم إني أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.